يا بسم الله ما شاء الله، يا بسم الله ما شاء الله. انا والله العظيم بحب فصل الشتاء عشانك انت يا غالي. والله عشانك انت بس يا غالي. بس خدوا بالكم، مش اي حد يعمله ولا اي حد يطلعه بالجمال ده. شايفين؟ قسما بالله الريحة في المطبخ كأني بسلق فراخ او لحمة. بصوا، كأنك بتعملي شوربة مرقة. يلا بسرعة نشوف عملنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. بصوا بقى، والله العظيم مغرور ولا شكرانية في نفسي ولا أي حاجة خالص، بس حقيقي 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 أختكم العبدة الفقيرة إلى الله أحسن واحدة تعمل حلة عدس وشوية فتة عدس ريحتهم تجيب آخر الدنيا. مش كل اللي جابت عدس وحطيته في مية سلقته تبقى عملت عدس. أنا يوم العدس ده بيبقى بالنسبة لي يوم عظيم، ومش لوحدي، انا كمان وولادي بنموت فيه وحرفيا بنستنى الدنيا. بصوا، انا واحده ما بصدق الدنيا تغيم، ما بصدق الدنيا كده تشتي عشان اعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده، مع شويه زيتون بقى كده وليمون من اللي انا مملحاهم بقى، زبده يا اخواتي زبده. انا النهارده مش هعمل عدس، انا هعمل شويه كريمه. فايتها كتير، اللي مش هتجربه بطريقتي هنقول بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله. وهنا الحله سخنت مني شويتين تلاتة، هضيف في الحله هنا عندي 3 مكعبات من الزبده ومعلقتين زيت ذره. خلاص، 4 فصوص حبهان بالعدد، وعديهم لان دلوقتي هتعرفي هنعدهم ليه، لان احنا هننشلهم من الوصفه. بس خليكي معايا واعملي بطريقتي ومش هتندمي، هتحسي انك عمرك في حياتك ما كنت بتاكلي عدس حلو. خلاص، هنمسك بقى ايه ال4 فصوص حبهان دول مع 3 4 فصوص مستكه ونشوحهم مع الزبده والزيت. لما نشم ريحتهم والمستكه تسيح معايا ايه بقى؟ معايا طبق مجهزه فيه بصلايه متوسطه، 4 فصوص من الثوم، 4 حبات من الجزر، ومقطعاهم كده ايه طرنشات، مش تخينه ومش رفيعه. خلاص، معايا كمان حبيتين طماطم بس مش هنزل بيها طبعا دلوقتي. شوحي بقى الخضار بتاعك ده مع البصل مع الثوم مع الجزر مع الحبهان والمستكه، شوحي شوحي شوحي. دي طريقه خطيره لعمل العدس الاصفر. معايا هنا نص كيلو من العدس. نص كيلو؟ ده انا لو اطول اجيب كيلو والله العظيم. احنا بنبقى عايزين نغطس جوه حله العدس دي، ده جاي على شقه شقه. بصوا بقى، غسلته، ما تنقعيش ولا حاجه، اغسليه بس كويس جدا ونقيه. خلاص، نزلت بقى وصفيته في مصفى ونزلت بيه على الحاجات الحلوه دي كلها. تمام تمام. شوحي لي بقى العدس ده مع الخضار. تمام، هنشوحي العدس مع الخضار مع الحبهان بقى والمستكه، وفي اثناء ما انت بتشوحي كده هتشمي ريحه خطيره خطيره جميله جدا والله. الحركه دي هتتميزي بحله العدس بتاعتك احسن بكتير ما بنسلق العدس بمجرد ان احنا بنحط ميه مغليه والكلام ده. لا 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 لا، جربي لي بس انت الطريقه دي والله، وانت هتحسي انك عمرك في حياتك ما اكلتي عدس الا لما تشوفي الطريقه دي. مش هحلف كتير، جربوا. خلاص، فاكرين 4 فصوص الحبهان اللي قلت لكم هنعدهم بالواحده؟ لان احنا بعد ما نشوح هنشيلهم، بس مش هنشيلهم نرميهم، ده هتشوفوا دلوقتي يا جماعه. ده كيلو الحبهان ب1000 جنيه هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيه ايه. خلاص، احنا بس خدنا ريحته الحلوه وهو ايه حب كده، هو مصحح. عايزين بقى نكمل جمال ريحته وهو ايه، ناخد كمان الخلاصه بقى من قلبيه. دلوقتي هناخد الخلاصه. انا معايا هنا مكعبين مرقه خضروات اللي هي بتاعت ماجي. انا الحقيقه مش عارفه ماجي في المقاطعه ولا مش في المقاطعه، انا عارفه ان فاين فودز في المقاطعه. بس عموما يعني الحاجات اللي عندي في التربو دي او في المطبخ عموما، دي كانت في مشتريات الشهر اللي فات لما كنت في هايبر، وكنت مصوره لكم المشتريات قبل المقاطعه وقبل اي حاجه. الكلام ده عندي من شهر فات، فطبعا انا مش هرمي الحاجه، انا هخلص الحاجه اللي عندي ومش هشتري حاجه جديده طبعا يعني. حطينا بقى ملح وفلفل اسمر ومعلقه حلوه محترمه من ال7 بهارات، فيها كل حاجه بقى، ال7 بهارات اللي ايه اللي انتوا فاهمينها بقى دي. خلاص، هنزل بقى بحبيتين الطماطم، مش هننزل كنا بيهم من البدايه لان مش محتاجين الطماطم دي تتشوح مع باقي المكونات. لكن خلاص شوحنا وخلصنا والروايح الحلوه طلعت مع الاعشاب العطريه اللي احنا حاطينها، نزلنا بقى ايه بحبيتين الطماطم. غطي لي بقى الكلام الحلو ده بكاتل كده من الميه السخنه. ويا سلام يا وعدي يا ليلي يا عيني على الجمال. بصوا، كأنك بالظبط بتعملي كنت بتشوحي لحمه
ونزلتي بقى بالميه عشان تعملي شوربه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ خطير. والريحه كانت اخطر، روعه 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 روعه. الحبهان الاربع فصوص هفتحهم زي ما قلت لكم، الحبهان غالي، واي حاجه في البيت حرام جدا ان احنا نستعملها بهدر، يعني حاجه غاليه جدا يا جماعه. انا مش عايزه اقول لكم، انا اتصدمت وانا بشتري العدس ده النهارده. كيلو العدس وصل 100 جنيه، يعني انا جايبه نص كيلو العدس ده ب 50 جنيه. فطبعا الله المستعان. ههدي بقى النار على الكلام الحلو ده كله واسيبه ياخد مع بعض كده، وعلى الهادي يا زبادي. خلاص. في الوقت ده انا كنت شامه ريحه خطيره خطيره خطيره. ههدي النار واسيب الكلام ده كله يتكرمل ويستوي على نار هاديه مع نفسه. انا معايا وقتي والاكله سهله وجميله، بس تعمليها بمزاج وتتكتكلها كده، تتكتكلها. ما كيلو العدس ب 100 جنيه يعني مش اي كلام ده. وبعدين جاي على شقه، يعني احنا عاملينه على شقه من الشتاء اللي فات. بصوا اهو داخل في السوا. وهنا الاضاءه كانت وحشه وحشه وحشه، مش قادره اقول لكم ازاي وحشه. الموبايل بتاعي بيتجن وبيبوظ. دلوقتي هظبط الاضاءه في المطبخ وهتشوفوا العدس ده لونه كهرمان. والله العظيم لون الجزرايه دي. بصوا الجزرايه الصفرا دي، العدس كله حاله العدس لون الجزر ده. دلوقتي عدوا بس المقطع ده كده، واول ما تلاقوا الجزره بقت زي المربى كده استوت وتهرسيها بالمعلقه كده تتهرس، انا جبت الهاند بلندر بتاعي. شايفين الجمال؟ انا كده كنت ظبطت الاضاءه ومسحت كاميرا الموبايل كده وقريت عليها الفاتحه. عشان ايه؟ عشان ما يكسفنيش في التصوير. الحمد لله على كل حال. خلاص. طبعا انا عشان عندي هاند بلندر وهو سخن على النار كده بيغلي، هضربه بالهاند بلندر هنعمه جامد جدا. لو ما عندكيش انت بقى هتستني لما يبرد خالص وتضربيه في الخلاط. طبعا انا عشان الهاند بلندر بتاعي جميل الحمد لله وما شاء الله قوي، يعني خلاهولي ناعم زي الكريمه ومش محتاجه اصفيه. لو انت هتضربيه في الخلاط وهتلاقي حتت طماطم، حتت جزر، حتت اي حاجه، صفيه في مصفى، مرريه على مصفى كده مش هيجرى حاجه. لكن انا الهاند بلندر بيخليه ناعم بيوريه خالص. بصوا بقى كريمه. طبعا حله العدس بتاعتي دي واخده كل حاجه، واخده سمنتها وواخده بهاراتها وتوابلها واعشابها العطريه، واخده كل حاجه، مش محتاجه حاجه ابدا. يلا بقى فتة عدس يعني عيش محمص. مفيش عيش انزلي اشتري عيش محمص. مفيش امكانيه انك تنزلي حمصي رغيفين 3 عيش بلدي في الفرن. مش عايزه تولعي الفرن، امسكي العيش قطعيه في صينيه المونيا وحطي لي عليه معلقه سمنه بلدي وافضلي قلبي فيه على النار لما يبان له صاحب ويتحمص. ما احنا مش هناكل قطط. ما ينفعش تعملي لي فته من اي نوع عدس او حتى فته لحمه او اي حاجه وتقطعي العيش طري كده وتنزلي عليه بالشوربه. احنا مش هناكل قطط او مش مربين فراخ. خلاص. كل حاجه ليها اصول. تطلعي مميزه بالحاجه اللي بتعمليها، واعمليها كمان بحب عشان اللي بتعمليها لهم يستاهلوا حبك وحنانك. بصوا بقى انا عملت يعني بايركس سيرفيس كده مربع. نزلت بالعيش الاول وبعدين شويه كده من العدس، وبعدين دي تكه بقى معلقه سمنه بلدي جاموسي فلاحي فلاحي يعني بطش بعد كده بيها صينيه الفته دي. خلاص. شمي الريحه بقى وكلي كلي كلي. بصي اغطسي كده جوه حله العدس دي في البرد ده. بصوا بقى حبايبي، العدس ابدا ابدا ما تزودولوش الميه قوي 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 قوي. فاهميني؟ لان لو زودتي له الميه قوي قوي هيبقى مي وصايص كده وخفيف. العدس لا يبقى قوامه خفيف ولا تقيل. هوريكم دلوقتي قوامه. انا مش بحب العدس سايق، العدس خفيف خالص خالص خالص. العدس لازم يكون قوامه معتدل. تيجي ترفعي بالمعلقه كده معلقه شوربه العدس تلاقيها كريمه، عامله زي الكريمه. يبقى تقيل شويه عشان يبقى طعمه حلو وشكله احلى كمان. هفتح بقى. بصوا بقى حبايبي، كل اللي خللت معايا الزيتون شهر 9، يعني انا عامله الزيتون ده 15 او 13/9 يعني نص 9، بقاله دلوقتي كده شهرين فاستوى وبقى زي الزبده مربى. عايز الاكيله بصراحه. احنا كنا مملحينه رمضان، بس ان شاء الله يا رب يقعد معانا رمضان. طبعا مش هيقعد معايا رمضان انا متاكده يعني.
فانا بقى همسكه وادسه في التلاجة عشان ما يخلصش قبل رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ده برطمان اللي هو بالتحبيشه المحبش، اللي هو ببشر الجزر وبحبه البركه والعصفر. بصوا شويه زيتون زي الكتاب ما قال، احلى من زيتون المحلات مليون مره. اللي عايز الطريقه يكتب في السيرش الزيتون المخلل للسفيره اميره، هتطلع له كل طرق الزيتون المحبش اللي بالتحبيشه والساده والليمون والفلفل وكل المخللات. طبعا خطير. اللي عملته معايا في نفس التاريخ ده خلاص تفتح عليه هتلاقيه زي الزبده. اللي لسه ما عملتوش خسرانه كتير، تخش بسرعه وتشوف الطريقه دي. لو لقيت زيتون بقى، مش هتلاقي زيتون طبعا. بصوا الزيتون التفاحي جه شهر كده بعد كده اختفى، وكان نازل السنه دي غالي جدا. بصوا ده المفروض قشر الليمون اللي على الوش ده اللي انا حطاه عشان يحفظ لي الزيتون بتاعي. اقسم بالله انا باكله قبل الزيتون نفسه، لان بيبقى زي المربى خطير، بيبقى مستوي سوا والطعم زبده، والفلفل مقرمش وجميل. مقرمش مش طري بقى وشارب ميه ومهري. بصوا الفلفلايه خطيره. ده زيتون وفلفل معمول من شهرين فاتوا، بقى له في المطبخ شهرين ما دخلش التلاجة، ده في المطبخ ومش هدخله التلاجة. تحفة جدا جدا جدا. الأكلة دي عايزة شوية الزيتون والفلفل والليمون دول. اتفضلوا معايا بقى. والله 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 أنا كان نفسي تدوقوا يعني حلة العدس دي خطيرة رهيبة روعة روعة أكثر من رائعة. جربوها بالطريقة دي وانتوا هتدعوا لي والله العظيم. طبعا مش قادرة أقول لكم الزيتون كان عامل ازاي وطعمه طعم ازاي. تفاح مش هو فعلا زيتون تفاحي، وهو تفاحي حلو قوي. ربنا يحسب ما بين ايديكم. اعملوا بقى عدس كده، لان اليومين دول بصوا القوام. انا مش بحب ابدا ابدا شوربه العدس الخفيفه الميه، انا بحبها كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ادعموا الفيديو بلايك واشتركوا مع السفيره اميره، واشوفكم في فيديو جديد كالعاده حلو وسهل ومفيد. سلام عليكم. باي باي. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. مع السلامه.